دعوة للمصالحة. احنا دلوقتي قطعنا شوط كبير جدا في تنفيذ خارطة الطريق. ثورة 30 يونيو بقت أمر واقع. تم الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. العالم عرف ان دي كانت ثورة مصريين وكانت رغبة حقيقية في التغيير، واظن يعني قبل الانتخابات ما تتم في الداخل اللي كانت في الخارج كانت رسالة. الانتخابات اللي جرت في السفارات والقنصليات كانت رسالة ان الامريكان والاوروبيين يشوفوا المصريين بيتدفقوا من المدن والبلدات اللي عايشين فيها رايحين على السفارة المصرية علشان يصوتوا بشكل غير مسبوق. وبالتالي ننقل بقى للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية ان يبقى في مصالحة. مصالحة مع مين؟ طبعا مفيش مصالحة مع الاخوان، مفيش مصالحة مع الجماعة، لكن في مصالحة مع الافراد، في مصالحة مع الشعب. لازم يبقى في يعني محاولة لإدماج الجميع في عملية صناعة المستقبل. ولو حاولنا وحتى لو نجحنا في يعني تجنب إراقة دم شخص واحد فده هيبقى مكسب. المصالحة دي هتتم مع مين؟ مش الإخوان نفسهم، ولكن مش طبعا مش قيادات الإخوان، ولكن في ناس عادية، ناس مضحوك عليها، ناس متصورة أو تم يعني زرع في دماغهم فكرة إنه ما حدث في 30 يونيو كانت ردة على الإسلام وكانت ثورة للعلمانيين ضد الحكم الرشيد والحكم الديني. لا، لازم نبدأ نصل للناس دي، نتكلم معاهم، نتكلم مع طلبة الجامعات، نتكلم مع الناس في الريف، نقول يا جماعة والله يعني مصر كانت مسلمة وهتفضل مسلمة من قبل الإخوان وبعد الإخوان. حتى الاسم بتاع الإخوان المسلمين اسم فيه تحيز وفيه اضطهاد للباقيين، لأن المفترض أن معظم المصريين مسلمين وإخوان. مش لازم القصة تقتصر على مجموعة. دول جماعة سياسية ركبت الدين مطية، لكن احنا كلنا لازم نشارك في صناعة المستقبل. تبقى أفكارنا معتدلة ووسطية، لأن هي دي مصر، دي الأزهر، ده الإسلام. طلبة الأزهر نستغل فترة الأجازة للوصول ليهم ولإقناعهم بأن اللي كان بيحصل خلال السنة الدراسية ده كان خطأ. هل أنت شفت أن النظام الحالي أو النظام اللي جه بعد الإخوان هو نظام غير إسلامي أو كافر؟ هل شفت الناس ما بتصليش؟ هل الجندي اللي بتروح علشان تقتله ولا تحرق سيارته ولا الضابط ده يمكن يكون أكثر إيمانا وتدينا منك؟ احنا في الآخر احنا كلنا مصريين، كلنا مسلمين. ما حدث كان خلاف سياسي. المصريين لما انتخبوا الإخوان انتخبوهم مش لأنهم الإخوان المسلمين، لا، انتخبوهم لأنهم تصوروا ان ده فصيلة ظلم وان هم منظمين وان هم عندهم حلول للمشاكل. فلما ثبت ان الكلام ده مش حقيقي واكتشفوا ان هم عايزين يعملوا يعني سيطرة على كل مفاصل الدولة ويدخل يشيل الكفاءات علشان يحط أهل الثقة، الناس انقلبوا عليهم. القضية ما كانتش عمرها قضية خلاف سياسي، لكنها صراع سياسي وليس خلاف ديني عفوا. وبالتالي يجب أن نسعى لهذه المصالحة مش مع جماعة الإخوان ولكن مع المواطنين، مع الشباب. لازم كلنا نبذل جهد في ان احنا نحاول نرجع لمصر وجهها البشوش، تعاون ابناء اهلها. ما نحسس يعني حد انه لا ان في خلاف ديني. مصر ما فيهاش خلاف ديني. ممكن يكون الجندي اللي واقف حراسة بيخرج من النبطشيه بتاعته او الورديه بتاعته علشان يصلي. ممكن الجندي اللي واقف ده اللي انت بتستهدفه بيكون صايم وانت مش صايم. وبالتالي لازم يكون في مصالحه كلنا نشارك فيها. الرئيس اتمنى
انه الرئيس يعني يبقى مدرك لهذه الفكره، وانا واثق انه مدرك ليها، وانه هذه المصالحه ليست مع الاخوان ولكن مع المغرر بهم، لان مصر كانت وهتفضل هي مصر بلد الوسطيه في كل شيء.